رحت شغلت الكود، فهنا طبع لي عصام اهو، طبع لي عصام. تخيل بقى لو انا شلت قمت كسر الحاجز او كسر السنتكس اللي بيقول لي المفروض برنت بتاخد قوسين، وقمت مديلها قوس واحد، يعني اديت لها الفتحه بتاعت القوس وسبتها كده، وقمت مشغل الكود. ايه اللي ممكن يحصل؟ قال لي هيحصل ايرور. ايه نوع الايرور؟ نوع الايرور هنا قال لي سنتكس ايرور، ان في خطأ في السنتكس. ويبقى كود وذا سم من الصفر نبدأ نوصل للأحلام، يا سلام لابتوب مفتوح قلبك مليان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير دايما. تعالى بقى في الفيديو ده هعرفك حاجتين مهمين جدا لازم تعرفهم في لحظة دخولك لعالم البرمجة. في لحظة دخولك لعالم البرمجة فانت محتاج حاجتين تعرفهم. اول حاجة معايا وهي السينتاكس. يعني ايه السينتاكس اصلا؟ السينتاكس هي قواعد الكتابة اللي بتكتب بيها الكود. كل كود انا بكتبه لازم يمشي بطريقة على حسب اللغة. كل لغه بيبقى ليها سنتكس مختلف. فلو جيت لبايثون مثلا كل حاجه فيها ماشيه بسنتكس معين. يعني مثلا عندي حاجه اسمها فاريبل، والفاريبل ده ليه سنتكس معين، وعندي كمان الفور ليها سنتكس معين. يعني مثلا عملت، ما تركزش في الكلام اللي انا اقوله دلوقتي او ما تركزش في اللي انا هكتبه دلوقتي. لو قلت اكس بتساوي 10 ده متغير، فهتلاقي ان السنتكس بتاع المتغير عباره عن فاريبل نيم، عباره عن اسم متغير ثم بديله علامه اليساوي ثم بديله القيمه. ما تشغلش بالك، هشرح الكلام ده في المحاضره الجايه ان شاء الله. اهم حاجه انا بعرفك يعني ايه سنتكس. لو جيت اعمل فور لوب بالشكل ده هقول فور مثلا اي ان اكس مثلا، تمام؟ فده ليه سنتاكس. لو انا شلت الكولن بتاعت الفور دي، لو انا شلت الكولن بتاع، فهيديني غلط في السنتاكس. تمام تمام. خلينا نمسح الكلام ده عشان انا حاسك ان انت مش فاهم. تعالى نعرف السنتاكس يعني. احنا قلنا ان السنتاكس هي قاعدة الكتابة او قواعد الكتابة اللي بكتب بيها الكود. يعني الكود بيتكتب بقاعدة الكتابة او بقواعد كتابة معينة. تمام تمام. فلو عملت برنت كده، احنا خدنا برنت المرة اللي فاتت وعرفنا ان هي اداة او هي فانكشن بتطبع اي حاجة او اي بيانات. تمام تمام. لو جينا بصينا على برنت هلاقي ان هي بتاخد قوسين. تمام تمام. لو جيت اطبع كلمه عصام بالشكل ده فقلت لك حط اي نص ما بين ايه، ما بين الدبل كوتيشن او سنجل كوتيشن، علامات تنصيص. تمام تمام. رحت شغلت الكود، فهنا طبع لي عصام اهو، طبع لي عصام. تخيل بقى لو انا شلت قمت كسر الحاجز او كسر السنتكس اللي بيقول لي المفروض برنت بتاخد قوسين، وقمت مديلها قوس واحد، يعني اديت لها الفتحه بتاعت القوس وسبتها كده، وقمت مشغل الكود. ايه اللي ممكن يحصل؟ قال لي هيحصل ايرور. ايه نوع الايرور؟ نوع الايرور هنا قال لي سينتاكس ايرور، ان في خطأ في السينتاكس. ويبقى كده انا عرفت ايه؟ سينتاكس ايرور، في غلط في السينتاكس في قاعدة الكتابة. تمام تمام. كده انا فهمت مين؟ كده انا فهمت قواعد الكتابة، السينتاكس. ايه تاني حاجة عايز تعرفها لي؟ تاني حاجة عايز اعرفها لك وهي الكومنت. ايه الكومنت ده؟ لو انا مثلا عندي سطر عايز اهمشه او عايز ان انا ما اخليش بايثون تشوفه وهي بتنفذ الكود، انا عندي سطر مش عايز بايثون تشغله وهي بتنفذ الكود، اعمل ايه الكلام ده ازاي؟ قال لي سهل خالص، عن طريق شيفت 3. شيفت 3 بيعمل لك علامه الهاشتاج ديت او العلامه دي. تمام تمام. العلامه ديت اقدر ان انا اكتب اي حاجه هنا في السطر ده وبايثون مش هتشوفها. المفروض انا كاتب اي حاجه هيطلع لي غلط. تمام تمام. شوف كده، لو شغلت الكود اصلا ما فيش اي حاجه، ما فيش غلط اصلا. لو مسحت كده واشغل تاني ما فيش اي غلط هيحصل معايا، بيعمل رن عادي خالص وما فيش اي ايرور. ليه ما فيش اي ايرور؟ علشان انا حاطط هاشتاج، حتى اللون هتلاقيه رصاصي كده اللي هو ايه، بايثون مش شايفها يعني. تمام. على عكس لو انا سبتها كده من غير ايه الكومنت، شوف لو انا عملتها من غير الهاشتاج عمل لي ايرور اهو، وقال لي ده نيم ايه ايرور. كده احنا فهمنا الكومنت ده بستخدمه ان انا مثلا عايز اعرف هنا، اقول لك ان انا هعمل فاريبل مثلا هنا للتوضيح. تمام. فاقول لك ان انا هعمل فاريبل واعمل فاريبل اهو. تمام. عملت فاريبل. تمام. بيبقى للتوضيح، وده بنستخدمه كتير في المشاريع الكبيره عشان نوضح احنا ليه عاملين ده كده وليه عاملين ده كده. كويس. ويبقى كده انا خلصت الفيديو بتاعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخطوة توصل